اللي يعمل محشي زينا نقول له يا عمنا. شايفين المحشي يا ولاد؟ مفيش رزايه كده طالعه ولا مشوهه المنظر ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تعالوا بقى نعمل المحشي كرنب يا جماعه، بتكات وحركات كده ولا اروع. عندنا هنا عملنا الصلصه، قطعنا البصله وتبلناها وحطينا عليها الطماطم وحطينا التوابل بتاعتنا وسبكنا الطماطم كويس قوي. الصلصه بتاعتنا مفيش نقطه ميه فيها. تمام. حطينا بقى الرز مع الخضره، شبت كزبره، بقدونس. لازم بقى علشان تركايه الحلوه ديت بتخلي طعم الكرنب كده، بتوديه في حته تانية خالص. بصلايه مبشوره كده، عليها شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه ملح وطماطمايه مبشوره، وبتتحط على الخلطه ونقلب كويس قوي كده. تركايه النعناع برضو دي حاجه تانية خالص بقى، بالذات في محشي ورق العنب النعناع بيخليه تحفه. شايفين الصينيه ما فيهاش نقطه ميه بعد الخلطه ما اتقلبت. عندي بقى الكرومبه بتاعتي، بدات ان انا اعملها كده من النص، اقورها كده واطلع قلبها بره علشان اعرف افصل الورق بتاعها عن بعضه. الميه مغليه عندي، ميه فيها شويه كمون خشن، نقطه ليمون كده علشان ما يعملش معانا ريحه وحشه زي ما اتعودنا في القرنبيط. تمام. في بقى عندي كذا طريقة هنا. عندي هنا لفيت كده الورق رول وقطعته علشان يبقى الموضوع معايا سهل وما ياخدش وقت معايا في توضيب الورق. تمام. حطينا بقى هنا في الحلة بتاعتنا في الطنجرة الورق الأخضر اللي أنا مش بستخدمه رغم إنه مفيد جدا، بس أنا بحب دايما الورق الأبيض. تمام. باخد الملون شوية أخضر وببتدي أحطه تحت لأنه بيستحمل شوية السوى، وهبدأ ان انا الف. طريقة اللف عندي 3 طرق هوريهم لكم دلوقتي. الطريقة اللي بتتلف على الايد دي بتاعت الناس المحترفة بقى اللي هم زي حالاتنا كده الحمد لله، بنلفها كده بكل سهولة بالشكل ده. بحط الورقة على ايدي وابدأ احط شوية كده من الخلطة، طبعا ما نكترش علشان الرز بتاعنا مش متقلب على النار يا جماعة، معمول كله كده مع بعضه. الصلصة متسبكة والرز والخضرة وكل حاجة. بصوا بقى الطريقة دي للناس المبتدئة اللي لسه البنوتات اللي لسه بيتعلموا اللف، ممكن الطريقة دي تمشي معاهم كويس قوي. بتفرد الورقة كده، بنفرد الورقة يعني بنقطع الورقة 2 حسب الحجم وبنبتدي نلف رول بالشكل ده. تمام. ممكن نقطعها على 3 ممكن على 2 لو حباه كبير شوية، بس بصراحة أنا الطريقة دي مش بحبذها يعني قوي. ليه؟ الأطراف بتكون الرز يعني وارد إن هو يطلع بره. بص الطريقة دي بقى كده لف 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 ما شاء الله، يعني على طول سهل. خلصنا بقى الكمية وملينا الحلة بتاعتنا. نيجي بقى على الشوربة. التسوية مهمة جدا جدا عشان ما يطلعش معانا ملتوت، يطلع كده مفلفل وجميل. الشوربة ما تعديش الحدود، يعني حدود المحشي نفسه. تمام. بتكون بس يدوب باينة كده 3/4، يعني يدوب بس كده ايه باينة حاجة بسيطة على الدور اللي تحت. استوى معانا بقى كده، يدوبك يغلي نوطي عليه ويطلع معانا. شايفين الحلة؟ مفيش محشاية لازقة بالهنا والشفا والسلام عليكم.